ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جوه 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 يا بنت. وجودكم فارق معايا جامد والله العظيم. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، بس سامحوني على التقصير، غصبت عني والله العظيم. ظروفي صعبة والايام دي بنمر بظروف اصعب واصعب. الحمد لله على كل حال. اسمع وشوف يا بنت اللي حصل، والحمد لله. مفيش حد بياخد اكتر من نصيبه، وانا راضية وحامدة وشاكرة، ده نصيبي في الدنيا والحمد لله على كل حال. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، أمين. ازيكم يا بنت؟ عاملين ايه يا حبايبي واخواتي جبارات الخواطر؟ يسعدكن ويجبر خاطركن، اللهم امين يا رب العالمين. ايه اللي قدامنا ده ام فارس؟ وايه اللي الدنيا دي اللي عايشه فيها ام فارس، والبهدله والهين وقله القيمه. بس هنقول ايه، الحمد لله على كل حال. ده الشباك بتاع الصاله اتكسر يا بنت. اتكسر ازاي واتكسر ليه؟ اتكسر وخلاص. انتوا طبعا عارفين، انا وعدت ناس كتير ان انا مش هتكلم في مشاكل، بس انا ماليش حد غيركم نفضفض معاه ولا نتكلم معاه. انا هنوريكم كل حاجه يا بنت، وانتوا شوفوا وانتوا حكموا. الحمد لله على كل حال. ربنا عواد جواد ان شاء الله. طالبه من الله وما يكترش على الله ان شاء الله ان ربنا يكرمني ببيت وحدي انا وبنتي، اللهم امين يا رب العالمين. يتقفل علينا باب لا حد يقولنا اطلع ولا حد يقولنا ادخله. والحمد لله برضه، الحمد لله ربنا كريم ان البنت التانيين ما كانوش قاعدين، كانت قاعدة مي ومليكة. بس نقول برضه الحمد لله، لان انا معايا حبيبة حالتها النفسية متبهدلة خالص خالص، لدرجة ان البنت دلوقتي ابتدى يطلع في ايديها وجسمها يعني حاجات زي الله اعلم تنية. الله مش تنية، هي مش تنية. الحمد لله على كل حال وبس. الحمد لله. ايه اللي جابرك على العيشة دي وايه اللي جابرك على البهدلة دي؟ ابنتتي لاني انا ماليش مكان تاني. بص الكنبة اتكسر ازاي. اشمعنى الشباك والكنب؟ لان الحاجة دي هو اللي جايبها. الشباك طبعا بتاع الشقة، والكنب الكنب ده هو جايبه من يوم ما احنا اتجوزنا. فاي حاجة بتاعتي مش هنخليك تتمتع بيها، لا انت ولا بنتتك. طب مين بنتتي دول؟ بنتتي مش هم بنتتك؟ هنقول ايه؟ الحمد لله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يلهمنا الصبر، اللهم امين يا رب العالمين. وهعيش يا بنتها واخرتها الموت. اللي مخليني مستحملة وما تخليني العيش البنت لازم يا بنات يطلعوا في بيت أبوهم، لأني أنا جربت كتير واتبهدلت كتير ورحت وجيت ورحت. اللي متابع معايا من أول القناة هيشوف إني أنا اتذليت كتير واتبهدلت كتير، وفي الآخر وصلت لقرار واحد، إني أنا عايشة حية ميتة، عايشة ما خلاص ما فيش أمل. أنا عايشة لبنتي وبس، عايشة عشان نربيهم. بنحاول على قد ما نقدر نحافظ عليهن وعلى كرامتهن وعلى عزة نفسهن. هتقولوا لي ازاي عزة نفس وكرامة في الإهانة اللي انت متهناها؟ ايوه، الإهانة دي أرحم من أي كلمة واعرة تسمعيها بره. أرحم من إنه يقولك ده مش بيتك، ده مش مكانك، مالكمش بيت عندينا، روحوا بيت أبوكم. الكلمة واعرة. إذا كانت مش هتصطني أنا هتصط بنتتي. فأنا نستحمل، هما ما يستحملوش. هما مش ذنبهم في الدنيا حاجة ان انا كنت امهم او هو كان ابوهم. هما كل ذنبهم في الدنيا ان هما طلعوا الاب وام زي انا وهو، بس مش اكتر ولا اقل. انا بنحاول على قد ما نقدر نوفر لهم عيشة كويسة وجو كويس يذاكروا فيه يقروا فيه، يضحكن مع بعض شوية، يلعبن مع بعض شوية. بنحاول على قد ما نقدر نعمل لهم كرامة، نعمل لهم عزة نفس. والحمد لله ربنا كريم وعظيم. معايا ولدي متبهدل بهدله ما فيش بعد كده، لدرجه انه هو كاره نفسه وكاره العيشه. وصل لدرجه ان نفسيته متحطمه خالص خالص. انا حاسه ان انا السبب في الموضوع ده، بس مش بايدي حاجه، مش بايدي حاجه. عيل صغير زي ده نفسه اتكسرت من اهانه، من بهدله، من منظر بيشوف امه تتضرب، من اخواتها يتهانوا، من اخواتها يطردوا من البيت. يعني انا مش عارفه نقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. ناس كتير قالوا لي يا ام فارس ممكن يكون مسحور لي، يعني ان هو بيعمل الحكاية دي غصبت عنه مش بإرادته. يمكن ده سحر. سحر ايه اللي يعيش العمر ده كله يا حبايبي؟ سحر ايه اللي يعيش العمر ده كله؟ في اوقات معينة بيبقى هايج علينا بطريقة فوق الفظيعة، اول الشهر واخر الشهر بيبقى يعني بصوا كرهنا لدرجة ان هو ممكن يولع فينا. انا بننام يا بنت مفتح عين ومغمض عين، هو مسميني الديب، مسميني الديب عشان انا بنغمض عين ومفتح عين في النوم. انا خايفه نايمه نوم خوف. والايام دي والحمد لله على كل حال ربنا كريم وعظيم، ما فيش نوم والله العظيم، ما في نوم. مش لاقيه ملجأ نلجأ له، مش لاقيه حد حنين يوقف جنبه وجنب بنتي. حتى مشروع اللي كنت ناكل منه لقمه عيش وقف، ما فيش حد يساعدني ويوقف في ظهري يعمل معايا مشروع. ما فيش حد قال لي يا ام فارس سيبي مكانك وتعالي ربنا هيكرمني ونوقف معاكي نجيب لك حته بيت او مكان تسكني انت فيه انت وبنتك. فنعمل ايه؟ نعيش ونستحمل
واللي اتكسر نصلح فيه على قد ما نقدر لغاية ما بنتي توصل لبر الأمان، وبعد كده ربنا كريم. فمش عارفة نقول ايه، معلش فصلت عشان ملكة بنته. في كل مكان متبهدلة ومتهان، عليا ديون بطريقة محدش يتخيلها. ورد اللي لسه عيل طالع للدنيا عليه ديون وعليه فلوس من هنا ومن هنا. نقول ايه؟ نقول الحمد لله على كل حال. دلوقتي هو مصمم تصميم كامل اننا نمشي، سواء بإرادتك غصبت عنك لازم تسيبي البيت وتمشي. وخلوا بالكم يا بنته، كل اللي بيحصل ده وكل الخراب ده وكل الكسير ده ضغط نفسي علي عشان انا نوصل مرحله ان انا خلاص نسيب البيت ونمشي. وخلي بالكم انا بتجيني المرحله دي كتير كتير، بس بيرجعني امتحانات بناتي، بيرجعني مستقبلهم، بيرجعني اني انا نفسي ربنا يكرمني ان هم يبقوا حاجه كويسه. اللي ما قدرتش انا نعمله يعملوه هم، علشان بكره بحد محدش ضمن الدنيا ولا ضمن الحياه فيها ايه. اذا كان لا قدر الله لا قدر الله تحصلهم اي حاجه، يبقى بشهادتهن يقدر انه يوقفا ويكمل. هو عارف نقطة ضعفي التعليم بتاع المتة، فهي دي النقطة اللي بيضغط عليا منها بوقت كل امتحانات. لو لاحظت ورجعت لكل الفيديوهات القديمة، مفيش حد من بنتتي بيعدي عليه الامتحانات بخير وسلام. لازم في كل وقت امتحانات تحصل مشاكل وبهدل اوهانة زي كده. كنت الاول نمشي، كنت نسيب الدنيا كلها ونمشي، وكنت نجيب بنتي ايام الامتحانات وفتره الامتحانات ونجي نمتحنهم اذا كان معايا حد من اخواتي، اذا كنت نيجي انا ووردي. يعني عديت بمراحل كتير، يعني شفت بهدله كتير كتير كتير. هنقول ايه؟ هنقول عيشه واخرتها الموت. بس اللي مخليني ماسكه في الدنيا ومخليني عايشه على راي اللي قال دي الحيط دي الراجل ولا دي الحيط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايشه في بنتتي بكان مكفول علينا على حسه. يعني انا ناس كتير بتقول لي فرس خدي بناتك وروح بيت ابوك. يا اخواننا اخواتي رافضين المبدا. لا، احنا ما نربوش بنات حد، احنا ما نربوش بنات حد. وبعد كده انا معايا 6، مين هيشيل حمل 6 واكل وشرب ومصاريف ومدارس ودراسه؟ ربنا يكون في عون كل الناس. هم سعدوني ووقفوا جنبي في بنتي الاولانيه ما ننكرش، وربوها هم لما هو رماها في الشارع. يعني بصوا، انا مش عايزه نتكلم كلام كتير لان الكلام بيوجعني انا. الحمد لله على كل حال. بس والله أنا تعبانة تعب ما يعلم به إلا ربنا. في حاجات كتير مش عارفة نتكلم فيها، في حاجات كتير مش عارفة نقولها. مش عايزة منكم حاجة غير إنكم تدعوا لي إن ربنا ينجدني من اللي أنا فيه. عشان خاطر بناتي. أنا يا بنات جربت الشارع واعر وأنا بناتي بيجوا عرايس. مش هنقدر نستحمل منظر واحدة فيهم تتهان أو تتبهدل أو حد يتحرش بيها أو حد يعملها أي حاجة. مش هنستحمل ده، مش هنقدر. أنا اتمنيت الموت كتير، بس نرجع نقول لا يا رب عشان خاطر بناتي. اتمنيت حاجات كتير لكن ربنا ما ريتش. مشواري صعب، مش لاقي حد يسندني، مش لاقي حد يوقف في ظهري. اقرب الناس ليا اتخلوا عن بناتي، ما تخلوش عني. ايوه تعالي واقعدي مع امك وابوك واقعدي في بيتنا، بس بناتك لا، كل واحد يشيل عياله. احنا ما نشيلش عيال حد، هم كتر خيرهم وظروف الدنيا وظروف الحياه. انا مش عارفه نعمل ايه. حتى القناه اللي فتحتها قلت ربنا هيكرمني منها بمصدر رزق، غارت في داهيه، ما فيش خالص عليها مشاهدات. ماليش حد نلجأ له غير ربنا، وانتوا بعد ربنا. عايزاكم توقفوا في ظهري عشان خاطر بناتي، عشان خاطر ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويجبر خاطركم يا رب. انا من بنتي جالها عريس التانية، مش عارفه نعمل ايه. ناس كتير هتقول لي دلوقتي سيبيها وجوزي جهزيهاش وسد ديونك وسد. طب ما هي ليها وقت. انا نفسي نطلعهم عشان انا نرتاح من حملهم برضه. احنا عندنا الوحده لما بيجيها عريس مره واتنين ده سوق يا بنته، على راي اللي قال كل واحد ليه سوق. البنت التانيين طلوها. انا ما مجهزش حد من بناتي، ما عرفش نوكلهم، ما عرفش نشربهم. يمكن ربنا يجبر بخاطرهم انس او ام فيصل او ام محمد او ناس كتير، ربنا يبارك فيهم ويجبر خاطرهم ويسعدهم. ابو تمام يا رب ان شاء الله، ومير ويشفي لها على رجلها بحق لا اله الا الله. اهل الخير دول اللي بيساعدونا حتى لو بحاجات بسيطه، بس بيفرقوا معايا انا في جبر الخواطر. عايزاكم يا بنتي تقولوا لي نعمل ايه، نتصرف ازاي. نفسي تدعوا لي ان ربنا يكرمني ببيت. نفسي يا بنتي اوضه وصاله مطبخ وحمام نطلع نعيش فيهم انا وبناتي بكرامتنا.
دلوقتي هو بيضايق عليا الخناق عشان انا نمشي. انا بنخاف ننام، والله بنخاف ننام يذبحني انا وبنات او يعمل فينا حاجه. مش عارفه نقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. عايزاكم تدعوا لي، ما تنسونيش من الدعاء، وباذن الله هنقدر ان شاء الله هنعدي المرحله دي وهنرجع ننزل لكم فيديوهات تانية. انا عندي فيديوهات على القناه بس نمسك نفسي شويه كده ونحمل لكم الفيديوهات ان شاء الله وننزلها. بالله عليكم حطوا لي لايكات، بالله عليكم اوقفوا في جنبي، بالله عليكم شيروا لي القناه، يمكن ربنا يكرمني تبقى لي سبب رزق ودخل وتغير حياتي ان شاء الله من حال لاحسن حال يا رب. يجبركم ويسعدكم وليكم بالمثل كل دعوه حلوه تدعوها لي. الف مليون شكر للحبايب اللي بيكتبوا لي الادعيه والحاجات الحلوه اللي بنقولها بتخلينا نطلع من اللي انا فيه. ربنا يسعدكم ويجبركم. مش عارفه نقول لكم ايه غير ان ربنا يجعلكم دايما جبارين خواطر وما تعيشوا العيشه دي ولا تتهانوا الاهانه دي.